اهلا بيكم. اتكلمنا على اول لحظه حقيقيه بدأ فيها موضوع وفكره الهجره والخروج برساله الاسلام من مكه الى مكان ما. الله اعلم هو ايه، الله اعلم هيكون امتى، الله اعلم هيكون ازاي، ولكن الفكره بدات تتبلور كفكره. اتس هاي ليفل، اتس ا فيجن اكتر منها فكره. بقى في رؤيه واضحه، ولكن ملامح تنفيذ الرؤيه دي ازاي محدش لسه عارف في الوقت دون. ملامح تنفيذ الرؤية أو تحقيق الرؤية دي هيكون إزاي. وقفنا مع الميتنج اللي حصل مع الستة اللي كانوا من يثرب، الستة اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قابلهم في موسم الحج. ستة ما هماش قيادات، ما هماش متخذ قرار، ما هماش عندهم الباور ان هم يساندوا او ينصروا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زي ما هو كان بيطلب، ولكن الناس دي كانت اول المؤمنين بالرسالة من يثرب. ودول اللي بنسميهم في التشينج مانجمنت الايرلي ادابترز. الناس دي اللي تبنت وتكيفت وتقبلت الفكره في البدري، في الاول خالص. وهنا بدأ دورهم ان هم يبداوا يتكلموا، يبداوا يعملوا بيتشنج بسيط جدا لايه هي ملامح الاسلام ويعني ايه اسلام، ويبداوا يكلموا الناس على مستوى بسيط جدا. الميتنج دون كان عباره عن ديسكفري ميتنج. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما دخلش بطلبات كتيره، ولكن هو كان بيحاول يديسكفر الستيك هولدرز دول هم مين، انتوا مدى السبورت بتاعكم، مدى ايمانكم بالرساله هيكون شكله ايه. طب انتوا فعلا اصلا سبورتيف ولا مش سبورتيف؟ طب انتوا اصلا معاكم الباور تو سبورت ولا انتوا عندكم الانترست بس تو سبورت؟ وفعلا هو ما كانش معاهم بالباور زي ما اتفقنا. دول مش قيادات في القبيله بتاعتهم، ولكن كان عندهم الانترست تو سبورت، كان عندهم القبول للفكره ان ايوه ده شيء كويس احنا مقتنعين بيه. تعالوا بقى نبدا نتكلم عن الموضوع دون مع الناس اللي حوالينا. على مدار سنه الستة دول كل اللي بيعملوه وكل اللي كان مطلوب منهم ان هم يتكلموا بمنتهى البساطه، يذيعوا وورد اوف ماوث عن الاسلام وايه اللي اتعلموه، ايه اللي فهموه، ايه اللي وصل لهم من الاسلام. كان اللي مطلوب منهم ان هم يعلوا بالاويرنس، مش مطلوب منهم ان هم ياخدوا خطوات جامده، ولكن جاست اويرنس. اتكلموا، زودوا الاويرنس في الناس اللي حواليكوا عن ايه هو الاسلام. والجميل ان الستة دول كان عندهم معلومه قبل كده من اليهود، الناس او القبائل اليهوديه اللي كانت ساكنه في المدينه او حوالين يثرب، ان فعلا في نبي هو نبي اخر الزمان، وان احنا مستنينه. اللي كانوا مستنينه اليهود، وكانوا دايما بيهددوا العرب في يثرب او الاوس والخزرج ان لما يجي النبي ده من عندنا احنا هنعمل وهنعمل وهنعمل. فاول ما الستة دول لقوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبلوا الرساله بسهوله وبداوا يتكلموا عنها. الجميل هنا ان لما راحوا يتكلموا عنها هم اتكلموا باللغه بتاعه المكان مش بلغه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهم بداوا يعملوا ترانسفورميشن لللانجوج نفسها، بداوا يعلوا بالاويرنس ولكن بالكومن لانجوج بتاعه يثرب مش الكومن لانجوج بتاعه مكه. والجميل ان هم بعد كده بداوا يتحركوا ويزودوا عددهم، وده اللي هنشوفه في السنه اللي بعدها، ان الستة دول رجعوا بعد كده ومعاهم ناس تانيين تقريبا ضعف عددهم او اكتر من ضعف عددهم كان موجود معاهم. 12 بني ادم كانوا موجودين في السنه اللي بعدها. ايوه التغيير كان بسيط وده الطبيعي. احنا بنتكلم في تشينج في كلتشر، احنا مش بنتكلم في تشينج بسيط، مش بنتكلم في تغيير لحاجه بسيطه في الحياه، احنا بنتكلم في ترانسفورميشنال تشينج، احنا بنتكلم في راديكال تشينج. ناس بتسيب معتقدات وتنقل على معتقدات تانية تماما. ولكن الستة دول بإيمانهم بالإنترست بتاعهم باستقبالهم قدروا يعلوا بيه الأويرنس ما بين الناس اللي يعرفوهم، وبدأوا يزودوا العدد خطوة بخطوة. وهنا بدأت تظهر النتائج بتاعتهم في السنة اللي بعدها. السنة اللي بعدها بمنتهى البساطة رجعوا 12، 5 من المجموعة القديمة اللي هم كانوا 6 من قبلها من سنة، و7 كانوا جداد. ال12 دول جم بيقعدوا وبيتكلموا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن كان عندهم نوع من الدراية. الناس دي كان خلاص عندها درجة أويرنس نسبيا كويسه، نسبيا اعلى. الناس دي مش بتسمع الكلام دون لاول مره، لا الناس دي سمعته وجايه طوعيه، وبالتالي الليفل اوف كوميتمنت اللي كان عندهم
كان نسبيا اضعاف الليفل اوف كوميتمنت في السنه اللي قبلها عند السته اللي قبلهم. السته اللي قبلهم يا دوب سمعوا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وراحوا بداوا يتكلموا، لكن رجوعهم 12 هم راجعين طواعيه، هم راجعين وهم عارفين احنا بنتكلم عن ايه، احنا عارفين احنا عايزين ايه. ايوه الايرلي ادابترز اللي كانوا موجودين في الاول اللي هم السته قدروا ينشروا الفكره وقدروا يتكلموا، ولما وصلوا 12 ال 12 راجعين بليفل اوف كوميتمنت اعلى. ايوه انا جاي وعايز، انا جاي مستني منك اكتر يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قول لي انت محتاج مني ايه اكتر واكتر. انا فهمت اللي مطلوب على قد اللي وصلني من السته اللي نقلوا لي الفكره باسلوب مبسط وباسلوب هادي. دلوقتي قول لنا يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مطلوب مننا ايه، انت محتاج مننا ايه، احنا جايين واللي بنسألك وبنقول لك نقدر نعمل ايه، مطلوب مننا ايه. وهنا كان ميعاد بيعة العقبة الأولى. بيعة العقبة الأولى نقدر نسميها إن دي الميثاق الأول، البروجكت شارتر الأولاني اللي احنا هنتحرك من خلاله، وثيقة لتأسيس الكوميتمنت اللي هتكون بيننا وبين بعضنا، الاجريمنت اللي هتكون بيننا وبين بعضنا. ايه اللي مطلوب مننا وايه اللي مطلوب منك، ايه اللي احنا محتاجين نعمله، ايه المسؤوليات اللي هتكون علينا، ايه الريسورسز اللي هتكون تحت ايدينا. كل ده كلام هنتناقش فيه وهندردش فيه لما نيجي نوصل لبيعة العقبة الأولى. أول بروجكت شارتر حقيقي، أول بروجكت شارتر لفيجن وليس لبروجكت. احنا لسه ما وصلناش للبلاننج بتاع البروجكت هيمشي ازاي، احنا واقفين قدام فيجن، ولكن النهارده الفيجن بدأت تبقى أوضح شوية بشوية. من سنة لما كانوا 6 احنا بنتكلم عن فيجن مش معروف ملامحها شكلها ايه، كل اللي جايز واضح منها ومعروف منها هو سيمبلي ازاي نخرج برسالة الإسلام من البيئة اللي بقت منغلقة، البيئة اللي بقت عدائية، اللي ما فيش أي جدوى من الزرع فيها أو التعامل فيها، إلى بيئة ما الله أعلم إيه هي، الله أعلم هي فين، الله أعلم هيكون ده إمتى. ده كان شكل الفيجن من سنة. لكن النهارده مع وجود ال 12 الفيجن بدأت تبقى اوضح واوضح. بدأنا نحط رجلنا على اول خطوات التشينج مانجمنت. هنبدأ نشوف تشينج مانجمنت حقيقي على الارض، هنبدأ نشوف ترانسفورميشن حقيقي على الارض. 6 بقوا 12. طب تخيلوا ال 12 دول بعدها بسنة هيكون شكلهم ايه، هنشوف حجم السبورت شكله ايه، هنشوف الترانسفورميشن شكله ايه، هنشوف واحدة من اقوى واكبر التشينج مانجمنت بروجكتس على الارض، تشينجز حقيقيه على الارض. هنشوف مع بعض اول تشينج ايجنت على الارض، اختيار نبوي اختاروا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عشان يكون هو التشينج ايجنت اللي هيساعد ال 12 دول يبقوا اضعاف العدد دون. ده اللي احنا هنشوفه ان شاء الله في البيعه الثانيه. لسه بنتكلم عن البيعة الأولى، لسه فيها تفاصيل كتير، لسه الكلام ما خلصش ولسه الرحلة ما انتهتش. شير الحلقة وشير الحكاية وشير البودكاست عشان نقدر نوصل الوعي لأكبر عدد ممكن حوالينا.